الملوخية زمان كانوا بيقولوا عليها ملوكية، وهي فعلا ملكة السفرة المصرية. وتعالوا نعمل ملوخية بطريقة الست المصرية. وقبل ما نقول الطريقة كلنا نصلي على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويا ريت اخواتي الغاليين ما ينسوش يحطوا اللايك ويشتركوا في القناة، علشان بدعمكم بإذن الله هنستمر. من أساسيات شراء الملوخية لازم تجيبوها ورقها أخضر كده ومصحصح، يعني لا فيها ورق دبلان ولا فيها ورق أصفر، وتكون طازة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا أول حاجة هنقطف الملوخية، وبعد كده هنغسلها غسلة مظبوطة علشان ننزله منها الطينة والرملة. نحطها بقى في مصفى عشان تصفي ميتها، وبعد كده نكون محضرين ملاية قطن أو فوطة قطن ونفرد عليها الملوخية علشان احنا عايزينها تجف مظبوط من المية. واهم حاجة بقى ما تعرضوهاش للشمس علشان خاطر ما تسودش منكم، تجف في حتة ضلة. وبعد ما جفت معانا الملوخية من المية نخرط بقى الملوخية، وزي ما انتوا شايفين نخرطها بقى خرطة مظبوطة بالمخرطة لحد ما تنعم معانا. ويا ريت ما نعرضش الملوخية لتيار هوا علشان ما تتأكسدش وتسود مننا. نيجي بقى للشوربة. معايا شوربة فراخ هنزل عليها بمعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة توم مفروم. وطبعا لازم الشوربة تغلي مظبوط عشان لما ننزل بالملوخية في الشوربة تفك على طول وما تكلكعش معانا، وتبقى محافظة على لونها الأخضر، وما تكونش على وش الملوخية رغوة بيضة كتير. ننزل بقى بالملوخية. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله الملوخية فكت على طول ازاي في الشوربة، علشان طبعا مغلية صح. وهو يا دوبك الرغوة اللي طلعت حاجة بسيطة. وأول بقى ما الملوخية ما تغلي معانا غلوة واحدة نطفي عليها النار علشان ما نغليهاش برضو كتير وتسقط مننا وتسود، خلي بالكم. نيجي بقى للطشة. هننزل في الطاسة بتاعتنا بمعلقتين كبار سمنة. عايزين تستخدموا زبدة مفيش أي مشكلة، بس خلي بالكم اللي تتحرق منكم. وبعد كده بعد ما السمنة ما تسخن هننزل عليها بمعلقة كبيرة توم، وأول ما التوم ما يبتدي يتحمر معانا هننزله بمعلقة كبيرة كزبرة ناشفة. ونقلب بقى كده لحد ما التوم ما يحمر والريحة بقى الجميلة بتاعته دي تطلع كده. وننزله بقى بطشتنا الجميلة على الملوخية. اللهم صل على النبي، تحفة. ولا لون الملوخية شايفين الخضار، وبسم الله ما شاء الله شايفين التقل، حاجة كده في منتهى الجمال، حاجة تفتح النفس. وما يحلاش بقى أكل الملوخية إلا لما نعمله اللقمة ودن قطة. وبكده يا جماعة يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب نكون بنفيدكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام عليكم.